لو قعدنا سنه نلعب في كوره قدام الكويت مش هندخل جون. عارف ليه؟ عارف ليه محمد يا شريف؟ عشان انت موجود، انت راس حربه موجود. اقسم بالله انت ما تلعب بيلي يا راجل، انت ما تلعبش بيلي، مش تلعب راس حربة المنتخب وراس حربة النادي الاهلي. اني واحد شايفك في الدنيا راس حربة؟ يعني انا مش فاهم. يبقى عندي مروان حمدي وانزل ليه ان شاء الله؟ يعني ليه؟ يبقى اني اساس ده؟ اني اساس ان انا انزلك انت واقعد مهاجم عامل زي الدولاب؟ لا، وبيضرب واجريسيف على الجون وبيلعب بالهيد وبيشوط، انما انت ما فيش. انت ابيض، انت ابيض. انت في الشوط الاول جات لك كام كوره؟ على الله ان شاء الله. وعمرو السوليه اقسم بالله من اسوأ المطوشه اللي انت لعبتها في حياتك يا مستر عمرو يا سوليه، اسوأ المطوشه اللي لعبتها في حياتك. بعدين انت يا كابتن حلمي طولان نزلت قفشه ونزلت مروان. طب ما كمل اول. الكويت دي اساسا اسهل فرقه في المجموعه اللي انت هتلعبها كلها، اسهل فرقه، وانت نزلت. طب ليه يا حبيبي العب محمد شريف؟ محمد شريف ايه يا راجل؟ ده الواحد بيجد اساسا، الواحد بيجد. وبعدين انت من اول حضرتك شايف ان ميسي دوا بيقلب. مكمل اول برضو ميدو جابر ينزل يخرب الدنيا. ده ستر من ربنا ان كوره بسام. شابويا بسام، شابويا بسام، اقسم بالله شابويا بسام على الكوره اللي انت عملتها وشلتها. انت يعتبر اللي جبت النقطه، مش مجدي قفشه بالجون، لا انت اللي جبت النقطه. والله في حاجات غريبه الواحد بيشوفها وسيناريوهات غريبه الواحد بيشوفها بعينيه، حاجات تجدد. محمد يا شريف كبيرك تلعب بيلي، حتى البيلي بتاعك هيبقى تعبان مله. ارحمنا بوس دماغك، هي مناقص. احنا بنلعب بطوله والدنيا كلها شايفانا، فابوس دماغك بطل تأليف وبطل كوره. ويا عم حلمي يا طولان ما تألفش، ما تجودش، انت ما تجودش. نزل الراجل مروان راس حربه، راس حربه صريح، مش المعتوه اللي بيلعب كوره ده. يا سيدي انا اهلاوي وما بحبكش يا محمد يا شريف، انت عرف يا راجل.